ده احمد جمال اللي انا دفعت الاشتراك بتاعه ورسوم العضويه. ده احمد جمال. ده احمد جمال اللي بيجيب عفة النصار اللي نصب على نادي الزمالك 15,000 دولار، والحكم جبناه وجبنا عنوانه عشان ينفذ عليه. ده احمد جمال. حاضن مين؟ الاستاذ ده اهو، صلاح. ده صلاح سليم اهو، اللي عايز يشوفها يشوفها اهي. بالتالي باين خد يا ابني تعالوا اللي يشوفوها. حضنه هذا الاهلاوي اللي اسمه احمد جمال. ينفع الراجل ده المحكم ده يلغي اللائحه؟ الزمالك خلاص يا ابني بداله يصوروها بعدين، مش وقته مش وقته، بداله يصوروها بعدين. ينفع نادي الزمالك 2014 خد الدوري والكاس، ادي البيه وكيل النيابه الاداريه المحكم اللي لغى اللائحه وقال لك الاسترشاديه تطبق غصب عنكم، بيقول ايه بقى؟ جايب اسد وعليه النسر بتاع النادي الاهلي. قال لك انا ساكت من امبارح. نام الاسد قليلا فظن الجرذان انه ملوك الغابه. احنا فيران يا احمد اسماعيل. ايه؟ ماشي. مش هتفرق معانا، احنا يفرق معانا اللي فرد اللي يجي ويشتم. يفرق معانا احنا كمان اللي هقول لهم هو ليه مشينا القناه. اتفضلوا يا جماعه. انتوا جرذان؟ اهي. يا ابني خد اديها له. اهو. بيقول لك انا ساكت من امبارح. نام الاسد قليلا لما خدنا دوري كاس 2014 فظن الجرذان هو ملوك الغابه. خلاص؟ ادي هو خد اتفضل. تاني، اكبر خدعه عملها الشيطان في جماهير الزمالك انه اقنعهم ان الزمالك قادر. ده يشوف قضيه للزمالك؟ اين رئيس النيابه الاداريه المحترم؟ انت تقبل هذه الاهانات في نادي محترم؟ وهو اللي يحكم ويلغي اللائحه اللي وافق عليها 20,000 عضو في النادي؟ اتفضلوا اهو. اكبر خدعه عملها الشيطان في جماهير الزمالك انه اقنعهم ان الزمالك قادر. اتفضل. احنا مش عايزين ورق، ما تجيبش ورق تاني. ده لسه جاي محمد يوسف لابس اللبس بتاع سياده الرئيس لما كان وزير الدفاع. قال هو انتوا مش عارفين ان الاهلي بياخد الدوري في الاخر ولا ايه؟ بيتريق. بيبي بيتريق. ده اللي لغى اللائحه، ده اللي صمم الاسترشاديه تتطبق. اتفضلوا. سيارة محمود عاشور الحكم الدولي كانت سيارة عربية بتاع محمود عاشور. جبنا انا رئيس النادي اللي بطفش العربية بس. ده يرضي مين؟ يرضي وزير العدل؟ يرضي رئيس النيابة الإدارية؟ يرضي مين في البلد؟ اهي. القصة مش انا بس بقى. القصة الزام وكله شاطر شتيمة فينا احنا.